لو عايز سنة جديدة تكون ناجحة معاك وتكون ناجح فيها وما توجعش قلبك وما تكسركش وتكون شاطر ويجيلك رزق ويجيلك حاجات، فلازم تسمع الفيديو ده كويس وما تعملش غير اللي انا هقوله في الفيديو ده. هتلاقي السنة ناجحة معاك وساعتها هتدعيلي جدا. في البداية صلى على النبي، وما ننساش كده في الأول نعمل ايه؟ لايك، حركة سبسكرايب، نفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. واهلا بيكم في حلقة جديدة مع الابراج وهبة. طبعا اصحابي وحبايبي على اليوتيوب عارفين ان احنا صفحتنا الكبيرة اتقفلت ودي صفحتنا التانية، فانا كل مرة هقول لكم نكبرها مع بعض. اللي انا عايزة اقوله لكم واللي انا هقوله لكم، هقول لكم حاجات كتير ونصايح كتير تخلي السنة احلى، اروق، فيها كده نعنشة، فيها حب، فيها فلوس، فيها حاجات حلوة قوي. المهم ان انت تعمل بالنصايح ديت. ويلا بقى زي ما اتعودنا، ظبطوا لي الصفحه كده، شقلطوها كومنتات مش عايزه اتكلم كتير، ويلا بينا نبدا. وقول انت برج ايه في كومنت، ويلا بينا. برج الحمل، يا برج الحمل، نصيحتك في السنة الجديدة عشان تكون ناجح لازم تسمع النصيحة دي، لأنها جايلك في الوقت ده بالذات وفي أول السنة عشان تخليك ماشي السنة ديت بخطوات تكون ناجحة وما تكونش واقع فيها حبة حاجات. فتعال بقى شوف ايه اللي هتعمله عشان تنجح وتكبر، ومفيش حاجة تكسرك أبدا ولا تعيش الوجع اللي انت فضلت عايشه السنين اللي فاتت دي كلها. يلا بينا يا برج الحمل. بص بقى يا برج الحمل، الفيديو ده جايلك انت مخصوص عشانك. السنة دي جاية ليك بأخبار مهمة، سنة هتكون فيها رزق، سنة راحة بعد تعب، سنة نجاح، بس لو عرفت تمشي صح في خطواتك. لو ركزت معايا كويس هتعرف ازاي تحقق كل الرزق والنجاح، وازاي تبقى ماشي في الدنيا من غير ما تكسر أعصابك ولا تكسرك. خليني الاول اقول لك كده تنظيم الطاقه. يعني ايه تنظيم الطاقه يا هبه؟ انا هقول لكم يعني ايه. لازم كده تكون السنه دي انت محتاج الاول ان انت ترتب اولوياتك. حدد اول حاجه هتشتغل عليها كل يوم، ما تشوتش نفسك من كذا حاجة. يعني ما تلاقيش نفسك عايز تعمل ده وتعمل ده وتعمل ده وتعمل ده، لا لا يا برج الحمل. الطاقة المتناثرة فرص ضايعة. لازم ترتب حياتك وأولوياتك عشان مفيش فرص تضيع منك. خلي يومك فيه نقاط مهمة لازم تحققها يوميا. ده هيديك شعور بالانجذاب وهيجذب لك الرزق كمان. تاني خطوة بقى معانا الاستغلال الفرص. استغل الفرص، اي فرصة تظهر لك حتى لو بسيطة خدها بدون خوف. السنة ديت هتكون فيها حظوظ كبيرة جدا للرزق والنجاح، بس هو كل محتاج منك شجاعة، محتاجة خطوة أولى، ما تخافش من الفشل، كل تجربة بتعلمك حاجة جديدة. تالت خطوة معانا التعامل مع الناس. خلي بالك من اختياراتك. اختار ناس إيجابية حواليك، ابتعد عن الأشخاص اللي بيعكروا مزاجك أو بيشيلوك طاقة سلبية مش حلوة. انت محتاج في السنة الجديدة ناس تشجعك مش ناس تكسرك خالص، فخلي بالك وخليك مع الناس الإيجابية. رابع خطوة معانا استثمار الوقت أو المال. كل جنيه بتصرفه أو كل دقيقة بتضيعها لازم تكون في حاجة مفيدة. استثمر في نفسك، في تعليمك، في مهارات جديدة. هتلاقي عائد من الاستثمار الصغيرة ديت، لكن هي محتاجة صبر. كمان خامس حاجة وأهم حاجة الصحة والطاقة. جسمك وطاقة عقلك أهم حاجة. حاول تمشي، تمارس رياضة، تاكل صحي، صحة جيدة، قوة داخلية، جذب ورزق وراحة نفسية كبيرة جدا. سادس خطوة بقى الصبر والروحانية. بعد التعب اللي فات انت محتاج تتحلى بالصبر. كل رزق جاي وكل راحة هتحس بيها محتاجة إيمان بالله وبقدراته. حاول كل يوم تدعي أو تعمل حاجة هادية لروحك حتى لو دقيقة، ده بيجذب ليك السكينة وبيجذب ليك الفرص. خليني أقولك آخر حاجة وأهم حاجة، النجاح والإصرار مش في الفلوس. ده شعور بالرضا، النجاح مش بالفلوس. لازم يكون عندك شعور بالرضا وبالإنجاز. ركز على أهدافك الصغيرة قبل الكبيرة، ما تسمحش لأي حاجة تكسر عزيمتك مهما حصل. لو مشيت على الخطوات دي هتلاقي السنة الجديدة محقق فيها نجاحات واضحة جدا وسط تعبك بين السنين اللي فاتت. ويا برج الحمل عايزة اقولك السنة الجديدة مليانة رزق وراحة ونجاح،
بس محتاجة شجاعة وصبر وتنظيم واختيار صح من الناس اللي حواليك. ابدأ خطوة بخطوة وما تسيبش حاجة توقفك، واللي مستنيك جاي وربنا مش بينسى تعبك أبدا، وبإذن الله يكون اللي جاي ليك كله خير وسعادة. انتوا فين؟ برج الثور يا برج الثور، نجاحك في السنة الجديدة مرتبط بالحاجات دي، لازم تعملها. ايوه اقف وهتقلب الفيديو ده عشان في حاجات كتيرة جدا تهمك وهتخليك توصل ان انت تكون ناجح نجاح عالمي في السنة الجديدة، من غير وجع، من غير زعل، من غير حزن. والله زي ما بقولك كده، انت بس قول يا رب بعد كل الكلام انا هقوله، ونفذ الخطوات اللي انا هقولها لك. وخلي بالك دي وصفات قديمة من ايام ستي وجدي، وبصوا يعني ابهركم. انتوا بس اسمعوا النصايح واعملوا بيها، واقبلوا مني البشائر اللي هقولها لكم في الفيديو ده، عشان السنة تكون جميلة عليكم وتكون بداية خير. وبما ان انا جايه لكم في اول السنة، فاكيد استبشروا خير وقولوا يا رب. ويلا بينا. برج الثور، السنة دي جاية وجايبالك حاجات حلوة، رزق جديد، راحة بعد تعب طويل، بشاير كتير جاية ليك. لكن ركز معايا في الفيديو ده، لان كل خطوة هتعملها وكل دعاء بسيط هيجيب لك ويجذب لك الخير اللي انا جاية ابشرك بيه. فتعالى واسمعني كويس وما تقلبش الفيديو ده لغاية ما تسمع للآخر. واول خطوة مهمة جدا 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 في حياتك ان انت ترتب حياتك. اول حاجة تعملها نظم يومك وحياتك، زي ما كانوا بيقولوا زمان اللي مرتب حياته رزقه مرتب. فرتب حياتك عشان رزقك يترتب. حط كده جدولة صغيرة لكل يوم، حدد اهم حاجة تعملها كل يوم، حتى لو حاجة صغيرة، حتى لو خطوة صغيرة. التنظيم في حد ذاته بيجذب طاقة ايجابية فيها رزق يجي بكل سهولة. يعني الطاقة الإيجابية بتخلي الرزق يجي من غير صعوبة. تاني خطوة معانا ان انت لازم تستغل الفرص. اي فرصة تظهر لك خدها بسرعة مهما كانت بسيطة. في نصيحة كده من ايام زمان بيقولك اللي يستغل الفرص صح ما يشوفش الفشل. فما تشوفش الفشل واستغل الفرص. السنة الجديدة هتلاقي فيها فرص رزق ونجاح مش متوقعة، بس محتاجة شجاعة يا برج الثور، محتاجة شجاعة كبيرة. حاول ان انت تظبط دنيتك وتخليك شجاع وتخلي كده الدنيا بالنسبة لك حلوة. كمان اختار ناس ايجابية حواليك، الناس اللي يشجعوك ويدعموك، وابعد عن اي حد يخسرك طاقتك او بيحسدك. نصيحة بقى، نصيحة ستي كده كانت دايما تقول خلي جنبك شخص صافي النية، لانه بيجذب لك الخير بدل ما يغل في قلب. لان معظم الناس اللي في حياتك دلوقتي يا برج الثور بيغلوا في قلبهم بالنسبة لك، فخلي بالك من الناس ديت. المال بقى والاستمرار، عايزه اقول لك الثور انت بتحب الامان والاستقرار، استغله صح. زي في نصيحة قديمة برضو بيقولك الفلوس تتحط في حاجة مفيدة دايما بترجع لك مضاعفة. فحط فلوسك في حاجة مضيفة عشان ترجع لك مضاعفة. اي جنيه او اي دقيقة استثمرهم في تعليم مهارة هيجيبوا لك رزق جديد. ما تحاولش ان انت تخلي الفلوس ثابتة في ايدك لانها هتضيع. كمان عايزة اقولك الصحة والطاقة، خلي جسمك هو اساس رزقك ونجاحك. رياضة خفيفة، أكل صحي، نوم كويس، طاقة إيجابية. نصيحة قديمة برضو بيقول لك الصحة تاج على راسك، حافظ عليها. في دعاء كده بيهدي الروح ودايما يقولوا قول يا رب في بداية كل يوم. كلمة يا رب في بداية كل يوم ديت اللي يبدأ يومه بدعاء رزقه بيزيد، اللي يبدأ يومه بكلمة يا رب رزقه بيزيد. اعمل لنفسك دقيقة هدوء وتأمل، ادعي وفكر الخير اللي جاي. ده بيكسب كمان الراحة والرزق من كل اتجاه. ركز على أهدافك واحدة واحدة، مش كل مرة واحدة. دايما ابتعد عن الحسد والحقد. السنة الجديدة لو مشيت على الخطوات دي هتلاقي نفسك محقق نجاحات واضحة وسط تعبك القديم كله اللي انت تعبت فيه. هتلاقي بشاير، مشاريع، فرص شغل، ناس هتفاجئك، حاجات كتير جدا.
عاوزه اقول لك كمان السنه دي رزق وراحه بعد تعب، بشاير كتير جايالك. نظم حياتك، استغل الفرص، خلي اصحابك صح، حافظ على صحتك، ادعي يا رب ان انت مش هتقف مكانك. حاول ان انت يعني تمشي نفسك، ما توقفش مكانك. كل تعبك اللي فات هيتحول لراحه ونجاح كل ما انت بتقول يا رب، لان ربنا كبير وبيحب دايما اللي يفتكره. فدايما خليك فاكر ربنا وبدعي كتير، وان شاء الله يكون كل الخير والرزق ليك يا برج الثور. برج الجوزاء، يا برج الجوزاء، نجاحك في السنة الجديدة مرتبط بالحاجات دي، لازم تعملها. ايوه، اقف وهتقلب الفيديو ده عشان في حاجات كتيرة جدا تهمك وهتخليك توصل ان انت تكون ناجح نجاح عالمي في السنة الجديدة، من غير وجع، من غير زعل، من غير حزن. والله زي ما بقولك كده، انت بس قول يا رب بعد كل الكلام انا هقوله، ونفذ الخطوات اللي انا هقولها لك. وخلي بالك دي وصفات قديمة من ايام ستي وجدي، وبصوا يعني ابهركم. انتوا بس اسمعوا النصايح واعملوا بيها، واقبلوا مني البشائر اللي هقولها لكم في الفيديو ده، عشان السنة تكون جميلة عليكم وتكون بداية خير. وبما ان انا جايه لكم في اول السنة، فاكيد استبشروا خير وقولوا يا رب. وما ننساش طبعا نصلي على النبي في البداية. ويلا بينا بقى نشوف ايه النصايح اللي تخلي السنة ديت ناجحة جدا بالنسبة لنا. يلا بينا. برج الجوزاء، السنة الجديدة جاية ليك عشان تفوقك مش عشان تكسرك. جاية تقولك انك طول الفترة اللي فاتت كنت بتجري في 1000 اتجاه، وبتدي طاقتك للناس الغلط، وبتستنزف نفسك في حوارات ملهاش لازمة. السنة الجديدة عايزك تنجح، بس بشرط، شرط واحد، مهما حصل ان انت تبطل تشتت نفسك، وتبطل تضحك وانت من جواك متلخبط ومتوجع. النجاح مش هيجي وانت بتقول حاضر لكل حاجة، وبتخاف تزعل من حد، وبتعمل للناس حساب والناس مش بيعملوا لك حساب. لازم تخلي نفسك طاقة حلوة. واهم نصيحة ليك في السنة دي انك تختار شغلك، تختار علاقاتك، تختار كلامك، لانك ذكي، بس ذكائك دايما ضايع بالناس وافكار كتير. السنة دي لازم تركز على حاجة واحدة وتكمل فيها للاخر، وما تبدأش وتسيب وما تتحمس وبعدين تزهق. الاستمرارية هي مفتاح نجاحك الحقيقي. يعني لازم تستمر في حاجة، خلي بالك، ولازم تبعد عن اي حد يستنزفك نفسيا حتى لو كنت بتحبه، لان الجوزاء اكتر برج بيضحك للناس وهو متكسر من جواه. السنة الجديدة مش عايزاك توجع نفسك عشان ترضي غيرك، لا، عايزاك تتعلم تقول لا من غير ذنب، وتنسحب من غير شرح، وتحافظ على طاقتك كأنها اغلى حاجة عندك. اشتغل على نفسك في هدوء، ما تحكيش عن خططك لكل الناس، خلي شغلك يتكلم عنك، خلي نجاحك يوجع اللي استهانوا بيك. السنة الجديدة هتكون فيها فرص كبيرة ليك، بس الفرصة دي محتاجة شجاعة. شجاعة انك تواجه نفسك الاول وتبطل تهرب بالضحك والكلام. ولو عايز توصل من غير وجع وحزن، لازم تبطل ترجع للماضي، تبطل تفتح ابواب اتقفلت، تبطل تدي فرصة زيادة عن اللزوم، لان كل مرة رجعت فيها اتوجعت اكتر. السنة دي اختار نفسك مرة واحدة بس. رسالة ليك في السنة دي كمان يا جوزاء، انت تستاهل تنجح وتفرح وتعيش مرتاح، بس النجاح مش هيجي وانت شايل هم كل الناس، هيجي لما تحب نفسك بجد وتحط حدود وتحترم وقتك وقلبك. ساعتها بس هتوصل من غير دموع ومن غير خساير. وبرضو عاوزة اقولك يعني نصايح من ايام ستك وجدتك كانوا دايما بيقولوها وطلعت صح. بيقولوا اول السنة اما تدخل كده وانت شايل هم وزعل، لا، نظف قلبك، اطرد الزعل من بيتك، افتح باب جديد لقلبك ولبيتك، وما تقفلش على نفسك الوجع. صلي كتير، اقف على رجلك من تاني، ما تخليش حد يفرح فيك. ادخل سنتك الجديدة كده، انت طبعا احنا في السنة الجديدة، فخليك راضي حتى لو موجوع. ويعتبر اللي فات كان درس مش عقاب، واللي جاي اجمل باذن الله، وربنا ما يخيبش حد قال يا رب بصدق. فقول يا رب بصدق يا برج الجوزاء، واستنى البشاري كتير كتير اللي جايلك، لان انت جايلك حاجات كتير، حظ في شغل، حظ في بيت، حظوظ كتير جدا، حظ في راحة قلبك اللي موجوع. فاستنى الحظوظ الكتير اللي جايلك، بس كل المطلوب منك ان انت تقول يا رب. برج العذراء،
العذراء يا برج العذراء، نجاحك في السنة الجديدة مرتبط بالحاجات دي، لازم تعملها. ايوه، اقف وهتقلب الفيديو ده عشان في حاجات كتيرة جدا تهمك وهتخليك توصل ان انت تكون ناجح نجاح عالمي في السنة الجديدة، من غير وجع، من غير زعل، من غير حزن. والله زي ما بقولك كده، انت بس قول يا رب بعد كل الكلام انا هقوله، ونفذ الخطوات اللي انا هقولها لك. ما ننساش طبعا نصلي على النبي في البداية. ويلا بينا بقى نشوف ايه النصايح اللي تخلي السنة ديت ناجحة جدا بالنسبة لنا. يلا برج بينا. العذراء، الفيديو ده عشانك. نجاحك ورزق في السنة الجديدة بعد تعب طويل. برج العذراء، انت مش قليل الحظ، انت بس فكرت كتير وشلت اكتر من اللازم. السنة اللي فاتت كانت ضغط وتعب، بس السنة الجديدة جاية تعوضك لو عملت الحاجات دي. الرزق هيقرب منك لوحده. انت كنت تعبان يا عذراء من كتر التفكير الزيادة، بتحاسب نفسك على كل حاجة ودايما حاسس انك مقصر حتى وانت عامل اللي عليك وزيادة. انت تعبت لانك اشتغلت في صمت، صبرت وما اتكلمتش، استحملت عشان الاستقرار، والتعب ده كان ترتيب مش عقاب، مش عقاب خالص. اول حاجة واول خطوة لازم تاخدها في حياتك عشان السنة الجديدة تكون حلوة عليك، بطل جلد الذات. ايوه، اكتر حاجة عطلت رزقك يا برج العذراء ان انت كنت قاسي على نفسك. من النهاردة ما تلومش نفسك على اللي فات، اللي حصل كان احسن اختيار وقتها. كفاية مقارنة بنفسك وبغيرك، قولي نفسك انا كفاية وانا بتعلم عشان الدنيا تفتح معاك ورزقك يبطل يتعطل. خطوة رقم 2، الرزق محتاج بساطة. العذراء، انت بتضيع فرص لانك عايز كل حاجة كاملة. تعمل ايه؟ ابدأ حتى لو مش جاهز 100%. ما تستناش الظروف المثالية، اشتغل خطوة صغيرة بس ثابتة. الرزق بيحب اللي بيتحرك مش اللي بيفكر بس، فبلاش تفكر بس وخلاص. كمان خطوة رقم 3، نظف حياتك. نظامك هو سر قوتك يا برج العذراء. نظف علاقاتك، نظف موبايلك، نظف دماغك من الزحمة اللي جواها. اي حاجة بتتعبك، اي حاجة بتشتتك، اي حاجة بتقلل طاقتك، شيلها وهتشوف فتحة الخير اللي جايالك هتكون عاملة ازاي. التعب النفسي هيروح يا برج العذراء، لكن لازم تعمل ايه؟ اكتب كل اللي جواك، اتكلم مع حد امين، اعمل روتين بسيط. مهما حصل ما تحاولش تصلح كل الناس، صلح نفسك الاول بس عشان تفتح لنفسك طاقة جديدة. السنة الجديدة بتقولك ذكائك هو رزقك يا عذراء. العذراء هتنجح في الشغل اللي فيه تحليل، فيه تنظيم، فيه تعليم، فيه إدارة. اشتغل مهارة واحدة وطورها بهدوء. النجاح جاي بس مش بضجيج، يعني مش بدوشة. اهدى على نفسك شوية، انت مش متأخر، انت كنت بتبني اساس. السنة دي تعبك هيبان، شغلك هيتقدر، وناس كتير هتشوف قيمتك. بس اوعى ترجع تشك في نفسك تاني، واوعى ترجع تحب الناس اكتر من نفسك تاني. عشان ترجع ورزقك يتفتح لازم تحب نفسك وما تجيش على نفسك. ولو انت برج العذراء وخدت بالك من الرسالة دي، فالرسالة دي علامة ليك، والرزق جايلك على مهلك مش ثابت، ونجاحك هيبقى حقيقي ومش مؤقت، هيكون على طول. انت بس قول يا رب. برج الميزان يا برج الميزان، نصيحتك في السنة الجديدة عشان تكون ناجح لازم تسمع النصيحة دي، لأنها جايلك في الوقت ده بالذات وفي أول السنة، عشان تخليك ماشي السنة ديت بخطوات تكون ناجحة وما تكونش واقع فيها حبة حاجات. فتعالى بقى شوف ايه اللي هتعمله عشان تنجح وتكبر، ومفيش حاجة تكسرك أبدا، ولا تعيش الوجع اللي انت فضلت عايشه السنين اللي فاتت دي كلها. ما ننساش طبعا نصلي على النبي في البداية. ويلا بينا بقى نشوف ايه النصايح اللي تخلي السنة ديت ناجحة جدا بالنسبة لنا. يلا بينا. برج الميزان، الفيديو ده ليك انت يا برج الميزان. نجاح ورزق في السنة الجديدة بعد تعب وحيرة. برج الميزان، انت اكتر برج تحير، واكتر برج فكر، واكتر برج اخد وقت عشان يقرر. بس السنة الجديدة جاية تقولك خلاص، وقت الحيرة خلص، وقت الرزق والنجاح بدأ، بس بشرط تعمل الحاجات دي. الميزان تعبه مش في الشغل، تعبه كان في الاختيار. كل قرار محتاج تفكير، كل خطوة محتاجة تأكيد،
كل حاجة عايزها تبقى عادلة ومظبوطة. انت تعبت لانك فكرت في غيرك قبل نفسك، وأجلت قرارات كتير جدا عشان خفت تزعل حد، والنتيجة انك وقفت مكانك فترة كبيرة جدا، وكان كل اللي بيحصل لك ان انت بتتعب وتتوجع من ناس قريبين جدا ليك. مفروض اول خطوة تاخدها ان انت تختار نفسك. ايوه، اول مفتاح للرزق عندك يا ميزان انك تختار نفسك من غير تأنيب ضمير. طب اعمل ايه؟ هقولك تعمل ايه. قول لا. ايوه، قول لا من غير شرح. ما تحاولش ترضي الكل. اللي يضغط عليك خطوة وراها من النهاردة راحتك، مش انانية، دي ضرورة. ايوه ضرورة. محتاج ان انت تقول لا للناس اللي بيوجعوك، كفاية وجع. خطوة رقم 2، الرزق محتاج حسم. يعني ايه؟ الرزق بيحب اللي يقرر. خد قرار واحد بس وامشي فيه للنهاية. بطل تفتح 1000 باب في نفس الوقت. القرار اللي هتاخده السنة دي هيغير حياتك كلها، صدقني واعمل اللي انا بقولك عليه، وشوف السنة دي هتكون حلوة ازاي عليك. 3، فك دماغك. يعني ايه فك دماغي؟ فك دماغك يا ميزان. اكتر اي حد بيتعبك فكك منه. دماغك بتتعب اكتر من اي حد. عشان التعب ده يروح قلل تفكير قبل النوم. ما تعيش في سيناريوهات وهمية. اشتغل على الواقع مش على الاحتمالات. ونصيحتي، مش كل حاجة محتاجة تحليل، بعض الحاجات محتاجة خطوة. بطل تحلل للناس، كبر دماغك. عندك كمان خطوة رقم 4، الشغل والنجاح. الميزان هتنجح لما تشتغل في اللي بتحبه. خش مجالات النجاح، التعامل مع الناس، الجمال والفن، التسويق، اي حاجة فيها ذوق وتواصل. بلاش شغلك يضغطك او يكسرك نفسيا. انت نجاحك في التوازن مش في الاستنزاف، فحاول ان انت تتوازن. رقم 5 واصعب حاجة، فك الارتباط. ارتباطك بالماضي. في حاجة من الماضي لسه مؤثرة عليك، علاقة، قرار، خيبة. حاول تسامح وسيب وخد خطوة جديدة. مفيش رزق جديد وانت شايل وجع قديم يا برج الميزان، ودي مهمة جدا 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 تعملها. انت مش تايه، انت كنت بتتعلم. السنة دي ثقتك بنفسك هترجع، قراراتك هتبقى اوضح، ورزقك هيجي بهدوء بس بثبات. بس اوعى ترجع تضيع نفسك عشان حد تاني يا ميزان. ولو انت برج الميزان والرسالة دي وصلت لك، فدي علامة النجاح جاي لك، بس لما تختار نفسك الاول، وساعتها الدنيا كلها هتتظبط. قولي انت فين يا ميزان؟ برج القوس يا برج القوس، نجاحك في السنة الجديدة مرتبط بالحاجات دي، لازم تعملها. ايوه، اقف وهتقلب الفيديو ده عشان في حاجات كتيرة جدا تهمك وهتخليك توصل ان انت تكون ناجح نجاح عالمي في السنة الجديدة، من غير وجع، من غير زعل، من غير حزن. والله زي ما بقولك كده، انت بس قول يا رب بعد كل الكلام انا هقوله، ونفذ الخطوات اللي انا هقولها لك. وما ننساش طبعا نصلي على النبي في البداية. ويلا بينا بقى نشوف ايه النصايح اللي تخلي السنة ديت ناجحة جدا بالنسبة لنا. يلا بينا. برج القوس. برج القوس، الفيديو ده معمول عشانك انت دلوقتي. بما ان احنا عدينا اول شهر في السنة الجديدة، فانا جاي اقولك على نصايح كده، بما ان احنا يعتبر لسه في اول السنة، عشان تعملها والدنيا تتحسن معاك، بما انك لسه الدنيا مقفلة في وشك. السنة الجديدة مش سنة جري ولا تهور، دي سنة تركيز. ولو فضلت تفتح ابواب كتير في نفس الوقت هتتعب ومش هتوصل ولا باب. نصيحتي ليك السنة دي، اختار طريق واحد وكمله. بلاش وعود اكتر من اللزوم. بلاش يا برج القوس وعود اكتر من اللزوم، صعبة جدا على فكرة. وابعد عن اللي يستهين بتعبك ويقولك انت مكبر الموضوع. يعني ابعد، خليك كده خفيف. انا عارفة ان انت عندك كرامة كبيرة، بس الناس بتوجعك. انت مشتت يا برج القوس، وده سبب تعبك. القوس قلبه طيب، بس دماغه دايما سابقة بخطوة. افكارك كتير، احلامك كتير، وعايز تعمل كل حاجة مرة واحدة. السنة اللي فاتت ضيعت طاقتك في سكك مش بتاعتك، وناس مش شبهك، وعلاقات مفيهاش تقدير. اول حاجة لازم تعملها ان انت تركز. اختار هدف واحد، شخص واحد، طريق واحد. القوس لما يركز بيكسب بسرعة، نفسه بيخسر وهو فاكر انه بيقرب.
الناس لازم تبعد عنك يا برج القوس. في ناس في حياتك بتقلل من احلامك، بتضحك على طيبتك، بتحبك وقت مصلحتها بس وبتختفي وقت الجد. فلازم الناس دول تبعد عنهم، دول مش مرحلة، دول اختبار، ولو فضلت معاهم التأخير بتاع رزقك هيطول. سر الرزق الحقيقي للقوس ان انت تبطل تشرح نفسك لكل حد، بطل تتحمس للناس قبل الافعال، اتعلم تقول استنى بدل ماشي. وافهم ان كل فرصة حلوة ليك لازم تكون يعني تاخدها، ما تسيبهاش تضيع منك بسبب ناس يحبطوك ويوجعوك. السنة دي الهدوء هيكسبك مش الاندفاع، فخليك حاول ان انت تكون هادي وراسي عشان السنة ديت هتكون حلوة جدا. كمان هيكون السنة دي بالنسبة لك سنة شفاء. ايوه، انت تعبت من الخذلان بس عمرك ما كنت ضعيف طبعا، كنت بس واثق زيادة عن اللزوم. فالسنة الجديدة هتعلمك ان الثقة لازم تتوازن، مش تتمح يعني ما تتمسحش، يعني لازم ان هي تكون متوازنة. عاوزة اقولك كمان يا برج القوس، اللي فات كان درس مش خسارة. السنة دي لو اخترت صح هتضحكك من قلبك وهتقول الحمد لله اني ما كملتش مع اللي ما يستاهلش. فعايزة اقولك ان رزقك الحلو هيجي من طاقتك الحلوة، من ناسك الحلوين اللي هيبقوا معاك. فعايزاك تشوف الناس الحلوين تبقى معاهم، الناس اللي واثقين من نفسهم، الناس اللي بيحبوك بجد، لان كل ده هيفرق معاك صدقني يا برج القوس. وان شاء الله السنة دي تكون احسن من كل السنين اللي عدت عليك. انتوا فين؟ برج العقرب يا برج العقرب، حمل نصيحتك في السنة الجديدة عشان تكون ناجح لازم تسمع النصيحة دي، لأنها جايلك في الوقت ده بالذات وفي أول السنة عشان تخليك ماشي السنة ديت بخطوات تكون ناجحة وما تكونش واقع فيها حبة حاجات. فتعال بقى شوف ايه اللي هتعمله عشان تنجح وتكبر ومفيش حاجة تكسرك أبدا، ولا تعيش الوجع اللي انت فضلت عايشه السنين اللي فاتت دي كلها. وما ننساش طبعا نصلي على النبي في البداية. ويلا بينا بقى نشوف ايه النصايح اللي تخلي السنة ديت ناجحة جدا بالنسبة لنا. يلا بينا. برج العقرب، بص بقى يا برج العقرب، السنة الجديدة مش جاية تعوضك بس، دي جاية تغير مصيرك، بس بشرط انك تسمع النصيحة دي للآخر، عشان في ناس لو فضلت قريبين منك هتضيع كل اللي جاي عليك. ايوه زي ما بقولك كده. بص بقى يا برج العقرب، انت تعبت السنين اللي فاتت وكانت تقيلة جدا عليك، خذلان وسكوت وكتمة وصبر وزيادة عن اللزوم. كنت دايما شايل هم غيرك وبتنسى نفسك. بس السنة الجديدة مش سنة صبر، دي سنة حصاد، وسنة حقك هيرجع لك واحدة واحدة. ايوه، اول حاجة تعملها عشان الرزق يفتح معاك يا برج العقرب، لو عايز رزق وسعادة وهنا حقيقيين، لازم تعمل حاجة واحدة صعبة عليك شوية. ايوه، هي صعبة عليك ان انت تقفل باب اللي بيدخل لك الناس وانت يعني بتديهم اكتر من جهدك وبتديهم طاقة كبيرة جدا، والناس دي مش عاملين ليك حساب او بيوجعوك. وخلي بالك مش كل حد بيضحك لك بيحبك، ومش كل حد قريب منك صافي ليك. السنة دي ربنا مش هيبارك لك الا لما تخف ناس، تخف كلام، وتخف وجع. الناس اللي لازم تبعد عنك فورا، واسمعني كويس هنا يا عقرب، اللي دايما بيقلل منك على سبيل الهزار، اللي ياخد طاقتك ومش بيردها، اللي يشوف حزنك ومرتاح قوي هو، واللي فاكر سكوتك ضعف. دول مش ناس عابرة، دول سد في وشك وفي وش الرزق. فالناس دي في حياتك بتسد رزقك. ابعد وانت شايف، مش محتاج تبرر ولا تشرح. هو سر التغيير الحقيقي في السنة دي عشان تنجح تقول لأ من غير ذنب، تحب نفسك اكتر من خوفك، تبطل تحكي لكل الناس، وتثق ان اللي ضاع علشان اللي جاي احلى واكبر. انت برج قوي، بس قوتك الحقيقية لما تبطل تحارب لوحدك وتسيب ربنا يدير المعركة. ودي رسالة مباشرة ليك جدا يا برج العقرب. وعايزة اقولك ان الرزق مش فلوس بس، الرزق راحة، الرزق طمأنينة، الرزق حد يحس بيك، الرزق ضحكة من قلبك. والسنة الجديدة جاية تقولك اللي فات مش نهاية، ده كان تدريب.
واللي جاي هيكون احسن، وهيكون تغيير كبير جدا في حياتك يا برج العقرب. ولو انت برج العقرب، خد القرار من دلوقتي، سيب اللي اذاك، قرب من اللي شبهك، وثق ان ربنا مش بيكسر بخاطرك ولا بيكسر بخاطر حد صبر ابدا. السنة دي يا عقرب اما تعيشها ملك الملوك، يا اما تفضل تحارب نفس المعركة. لكن انا حاسة ان المرات دي يا برج العقرب لازم تختار نفسك، فحاول تختار نفسك يا برج العقرب وتلاقي الدنيا احلى معاك، وان شاء الله تكون فيها سعادة. وانتوا فين؟ برج الاسد يا برج الاسد، نجاحك في السنة الجديدة مرتبط بالحاجات دي، لازم تعملها. ايوه، اقف وهتقلب الفيديو ده عشان في حاجات كتيرة جدا تهمك وهتخليك توصل ان انت تكون ناجح نجاح عالمي في السنة الجديدة، من غير وجع، من غير زعل، من غير حزن. والله زي ما بقولك كده، انت بس قول يا رب بعد كل الكلام انا هقوله، ونفذ الخطوات اللي انا هقولها لك، وقبلوا مني البشائر اللي هقولها لكم في الفيديو ده. وما ننساش طبعا نصلي على النبي في البداية. ويلا بينا بقى نشوف ايه النصايح اللي تخلي السنة ديت ناجحة جدا بالنسبة لنا. يلا بينا. ركز بقى معايا يا برج الأسد الفيديو ده. انت يا برج الأسد حسيت بتعب في السنين اللي فاتت، وتعب كبير جدا ليك. انت يا برج الأسد مش ضعيف، بس انت تعبت، وتعبك ده كان اختبار. السنة الجديدة جاية تقولك كفاية تعب، دورك في النجاح قرب. بس اسمعني للآخر عشان اللي هقوله ده لو عملته الدنيا هتتفتح معاك على الآخر. اولا، ليه الاسد كان تعبان؟ الاسد طول عمره شايل فوق طاقته، بيشيل الناس وبيسقط على حقه وبيستحمل عشان اللي حواليه، وفي الاخر بيحس انه لوحده. تعبت لانك عيطت اكتر ما خدت، استهلكت لانك قوي، اتأخرت لانك كنت كريم بزيادة. بس التعب ده مش نهاية، ده كان تجهيز. ايوه تجهيز. اول حاجة اسمعني كويس يا اسد، مفيش رزق جديد وانت ماسك في وجع قديم. لازم تقفل باب من الماضي يا برج الاسد. طب تعمل ايه؟ اسمعني، سامح، مش عشانهم، عشان نفسك. ابعد عن اي حد استنزفك، ما تحكيش عن خططك لكل الناس. من النهاردة اللي يقلل منك بره، اللي يشكك فيك بره. ما تسمحش لحد يوجعك تاني يا اسد. الرزق محتاج منك قرار، محتاج منك جراءة. الأسد ملك الجراءة. اعمل كده عشان رزقك يتفتح من جديد. خد قرار كنت مأجله، افتح باب جديد حتى لو خايف. ما تستناش حد يزقك، الرزق جايلك لما تتحرك مش لما تشتكي يا أسد. رجع ثقتك بنفسك. أكبر سبب عطلك يا أسد إنه نسي قيمته. افتكر إنك قائد، افتكر إن حضورك مؤثر، افتكر إنك ما تتعوضش يا أسد. اعمل حاجة بسيطة كل يوم قبل النوم، قول أنا استحق النجاح والرزق. والكلام ده مش هزار يا برج الأسد، دي طاقة كبيرة وهتفتح لك أبواب كبيرة جدا. التعب اللي جواك ده مش تعب جسدي، ده تعب روح. وعشان يروح نام كويس، قلل كلامك مع الناس السلبية، اعمل حاجة بتحبها حتى لو صغيرة. مهما الأسد تعب لازم يعزل شوية، ده مش غلط، ده علاج. اعزل نفسك عن الناس اللي بتوجعك. السنة الجديدة بتقولك نجاحك في انك تبقى قائد مش تابع. ركز، مشروع ليك، فكرة باسمك، شغل يطلع فيه قوتك مش يكسرك. لو شغلك الحالي متعب ما تسيبوش فجأة، بس حضر البديل بهدوء. انت مش متأخر يا أسد، انت كنت بتتجهز. السنة دي هتلم تعبك، هتاخد حقك وهتشوف نتيجة صبرك. بس بشرط ما ترجعش تقلل من نفسك تاني مع ناس ما تستاهلش. ولو انت برج الأسد والفيديو ده وصلك، فدي رسالة ليك، رزقك قرب، نجاحك قرب. بس خليك فاكر، الملك ما بيجريش ورا حد، الدنيا هي اللي بتجري ليه يا ملك الأسود. برج الجدي يا برج الجدي، نجاحك في السنة الجديدة مرتبط بالحاجات دي، لازم تعملها. ايوه، اقف وهتقلب الفيديو ده عشان في حاجات كتيرة جدا تهمك وهتخليك توصل ان انت تكون ناجح نجاح عالمي في السنة الجديدة، من غير وجع، من غير زعل، من غير حزن. والله زي ما بقولك كده، انت بس قول يا رب بعد كل الكلام انا هقوله، ونفذ الخطوات اللي انا هقولها لك. وما ننساش طبعا نصلي على النبي في البداية. ويلا بينا بقى
نشوف ايه النصايح اللي تخلي السنة ديت ناجحة جدا بالنسبة لنا. يلا بينا. برج الجدي، الفيديو ده عشانك يا برج الجدي. انت اكتر واحد شايل، واكتر واحد ساكت، واكتر واحد بيقع ويقوم من غير ما يشتكي. فالسنة الجديدة جاية تقولك كفاية شيل لوحدك يا برج الجدي. الجدي تعب بصمت، انت متعود تعتمد على نفسك وتسيب غيرك وتسند غيرك عليك، وانت ما حدش بيسندك خالص. بس الحقيقة ان انت اتظلمت، ايوه، واتاخد منك حقك عشان طيب وصبور. السنة اللي فاتت كانت ضغط مسؤوليات وناس فاكرة انك دايما قدها. اول قرار لازم تاخده لو عايز رزق وراحة بال، اطلب حقك. ايوه، اطلب حقك يا برج الجدي، اطلب مساعدة واطلب تقدير. انت مش ضعيف لما بتطلب، الضعف انك تكمل لوحدك لحد ما تتكسر. فلازم تطلب حقك، لان لازم ترجع تاني تاخد حقك المهدور واللي انت سايبه بمزاجك. الناس اللي لازم تبعد عنهم، في ناس حياتك مستغلة صبرك، واخدة تعبك كأنه واجب، ما بتظهرش غير وقت الحاجة وبتختفي وقت ما انت تتعب. دول عبء عليك، دول مش سند يا برج الجدي. انت ازاي شايفهم سند؟ ازاي بتحبهم؟ ازاي بتوجع عشانهم؟ افهم الكلام، الناس دي قافلة عليك الدنيا، قافلة عليك الرزق. سر الرزق للجدي في السنة الجديدة ان انت تحط حدود، تقول لأ بوضوح، تفصل شغلك عن عاطفتك، وتفهم ان مش كل اللي تعب عشانه هيكمل. لا، مش لازم اي حاجة تعبت عشانها هتنجح فيها. السنة دي هتكون انضباط، هتكون اختيار صح، زائد نجاح كبير جدا ونجاح حقيقي جدا ليك. لكن الاول لازم تغير من طبعك وتعمل اللي انا قلت لك عليه، ان انت تقول لا وتفصل شغلك عن حبك وتخلي نفسك في طاقة وتبعد عن الناس اللي مستغلينك. كمان انت مش قاسي، انت بس اتعودت تقفل على وجعك. والسنة دي هتديك فرصة ان انت تعيش مش بس تتحمل. هتديك ان انت تعيش وتتحمل في نفس الوقت. فعايزة اقولك يا برج الجدي، ربنا شايف تعبك ومفيش صبر بيروح هدر. والسنة ديت ياما تعيش على مزاجك ياما تفضل عايش عشان غيرك. لكن انا بقول ان انت لازم السنة ديت يا برج الجدي تختار نفسك، لانك لو ما اخترتش نفسك هتبقى انت بتعذب نفسك وهتفضل عايش في العذاب اللي انت عايش فيه، وده اعتقد هيكون صعب جدا عليك. فاتمنى لك ان انت تعيش لنفسك شوية وتختار نفسك شوية، احسن بكتير من ان انت تختار غيرك. وقولي بقى يا برج الجدي، بعد ما سمعت الفيديو ده، ناوي تختار نفسك المرة دي ولا تختار غيرك برضو؟ وانتوا فين؟ برج الحوت يا برج الحوت، اموت في برج الحوت. نجاحك في السنة الجديدة مرتبط بالحاجات دي، لازم تعملها. ايوه، اقف وهتقلب الفيديو ده عشان في حاجات كتيرة جدا تهمك وهتخليك توصل ان انت تكون ناجح نجاح عالمي في السنة الجديدة، من غير وجع، من غير زعل، من غير حزن. والله زي ما بقولك كده، انت بس قول يا رب بعد كل الكلام انا هقوله، ونفذ الخطوات اللي انا هقولها لك. وما ننساش طبعا نصلي على النبي في البداية. ويلا بينا بقى نشوف ايه النصايح اللي تخلي السنة ديت ناجحة جدا بالنسبة لنا. يلا بينا. برج الحوت، السنين اللي فاتت حسيت فيها بتعب وهم، فاسمع النصايح ديت واعمل بيها. السنة الجديدة جاية لك رزق وسعادة وراحة قلب بدل التعب والمشاكل اللي انت كنت عايش فيها. واول حاجة لازم تعملها يا برج الحوت ان انت تركز على نفسك وعلى روحك شوية. الحوت حساس وطبيعته دايما بيحب يساعد الناس، لكن السنة الجديدة بقى محتاجة منك كام حاجة كده لازم ما تنساش نفسك وسط كل المسؤوليات. اهتم بصحتك الجسدية والعقلية. خصص وقت لنفسك ولتصفية ذهنك. اهم حاجة لازم ذهنك يبقى صافي. لما تهتم بنفسك الطاقة الإيجابية هتجيلك من كل ناحية. حاول ان انت تخطط بهدوء. احيانا بيكون عاطفي جدا اكتر من هو عملي. فلازم برج الحوت يعمل اهداف واضحة في السنة دي حتى لو بسيطة. كل خطوة محسوبة هتقرب لك من النجاح. حاول ان انت تنظم وقتك، حاول تلتزم بالخطة. التخطيط هيساعدك تجذب الرزق بطريقة اسهل. كمان الناس اللي حواليك، خليك جنب ناس بتحبك وتبتعد
وبتدعمك. ابعد عن الناس اللي بيستهلكوا طاقتك او بيحبطوك. العلاقة الصح هتفتح لك ابواب رزق وفرص جديدة. الصحاب والعيلة بيهموا جدا في السنة دي، لكن لازم يكونوا ناس بيحبوك جدا، مش ناس عايزين يوجعوك او يكسروك. خليك ايجابي رغم الظروف الصعبة اللي ممكن تعدي بيها. المشاكل جزء من الحياة اصلا، مفيش حياة من غير مشاكل، لكن طاقتك الايجابية هتجذب الخير والفرص ليك. معقولة كده؟ معقولة. كل يوم قولي نفسك انا استحق الخير والسعادة. الطاقة الإيجابية ليك هتلاقيها سر مهم جدا جدا، وهتلاقي الطاقة الإيجابية ديت بتديك سعادة وحياة وروح حلوة جدا. وحاول كمان تستثمر مهاراتك ومواهبك. استخدم قدرتك لصالحك. جرب حاجات جديدة، ما تخافش من التغيير أو الفرص الجديدة. مهاراتك هي مفتاح الرزق والسعادة الجديدة. اهتم بالجانب الروحي، صلاة أو ذكر أو جلسة هدوء، قراءة كتب أو تطوير نفس. وقت التأمل والراحة ده بيخلي الدماغ صافية وأفكار إيجابية وبيسهل النجاح. بص بقى يا برج الحوت، أنا عايزة أقولك اللي فات مات واللي جاي كله فرص. ركز على نفسك، نظم حياتك، استثمر وقتك، خلي طاقتك إيجابية. ابعد عن الناس اللي بيأذوك، ابعد عن الناس اللي بياخدوا منك ومش بيدوك، ابعد عن الناس الوحشة اللي في حياتك، الناس الحاقدة الحاسدة، الناس اللي انت بتحبهم وبتديهم من كل جهدك وهم مش بيدوك اي حاجة غير الوجع والتعب. عشان السنة الجديدة تكون مليانة رزق وسعادة ونجاح وراحة قلب اكتر من كده. وافتكر دايما ان انت تستحق كل خير وسعادة من غير تعب ومن غير عذاب يا برج الحوت. برج الدلو يا برج الدلو، نصايح ليك في السنة الجديدة. النصايح دي هتعرفك ازاي تكون ناجح. برج الثور يا برج الثور، نجاحك في السنة الجديدة مرتبط بالحاجات دي، لازم تعملها. ايوه، اقف وهتقلب الفيديو ده عشان في حاجات كتيرة جدا تهمك وهتخليك توصل ان انت تكون ناجح نجاح عالمي في السنة الجديدة، من غير وجع، من غير زعل، من غير حزن. والله زي ما بقولك كده، انت بس قول يا رب بعد كل الكلام انا هقوله، ونفذ الخطوات اللي انا هقولها لك. وما ننساش طبعا نصلي على النبي في البداية. ويلا بينا بقى نشوف ايه النصايح اللي تخلي السنة ديت ناجحة جدا بالنسبة لنا. يلا بينا. برج الدلو، السنين اللي فاتت كانت تعب وهم بالنسبة لك كبير جدا. تعبت وزعلت وكسرت واكتئبت، والناس اللي حواليك ما كانتش شايفة كل ده. فتعالى بقى كده واسمع الفيديو ده بالراحة وشوف انا عايزة اقولك ايه. واول نصيحة ليك ان انت تركز على نفسك. ايوه، الدلو معروف بالحرية وحب الاستقلال، لكن السنة الجديدة محتاجة منك ترتيب أولوياتك. ما تضيعش وقتك على ناس أو حاجات مش هتفيدك. اهتم بنفسك جسديا وعقليا وروحيا. لما تهتم بنفسك الطاقة الإيجابية هتجيلك من كل ناحية. تاني نصيحة ليك، خطط قبل ما تتحرك. أيوة، سواء بقى في شغلك أو دراستك أو مشاريعك، لازم تعمل خطة واضحة لأهدافك حتى لو بسيطة. كل خطوة محسوبة بتخلي رزقك يجي أسرع. الدلو لما بيكون منظم الحظ بيقف جنبه، فخليك منظم عشان الحظ يقف جنبك. طب العلاقات، خلي الناس اللي حواليك بتحبك وتدعمك بس. ابعد عن الناس اللي مش بتدعمك والناس اللي مش بتحبك او الناس اللي بتمثل حبك. ابتعد عن الاشخاص اللي بيصطادوا طاقتك وبياخدوا طاقتك الحلوة. اتواصل مع اللي ممكن يفيدك عاطفيا او عمليا. الناس الصح هتفتح لك ابواب الرزق والفرص. خليك ايجابي رغم الصعوبات اللي انت فيه. الهم والضغط جزء من الحياة، لكن الطاقة الايجابية بتجذب الخير. كل يوم قول لنفسك انا استحق الخير، انا استحق النجاح. وده سر بسيط بس فعال جدا. اسمع مني لان السر ده بجد هيخليك تغير وتشوف حاجات جديد جدا في حياتك. انت نفسك هتستغرب. وحاجة كمان ان انت لازم تستغل مهاراتك. الدلو ذكي ومبدع، استثمر قدرتك، جرب حاجات جديدة، ما تخافش من التغيير. مهاراتك هي مفتاح الرزق والسعادة الجديدة ليك. وكمان لازم تهتم بروحك وجسمك. رياضة خفيفة، أكل صحي،
وقت لنفسك، لازم تصفي ذهنك، لازم تخلي ذهنك صافي. ده بيخلي دماغك صافية وأفكارك إيجابية، وبيسهل عليك النجاح ومش بيصعبه خالص عليك. عايزة أقولك اعتبر يا برج الدلو اللي فات مات، واللي جاي كله فرص، واللي جاي طبق كبير جدا مفتوح منه الرزق ليك والسعادة والهنا وكل الحاجات الحلوة اللي انت بتتمناها هتلاقيها. السنة الجديدة هتكون فيها رزق وسعادة ونجاح وراحة قلب بإذن الله. افتكر دايما انت الأهم وانت تستحق كل خير، وعايزاك بس ترتب حياتك، ركز على نفسك، استثمر مهاراتك، خلي طاقتك إيجابية، وهتشوف السعادة والهنا اللي هتخبط على بيبك. وانتوا فين؟ برج السرطان يا برج السرطان، نجاحك في السنة الجديدة مرتبط بالحاجات دي، لازم تعملها. ايوه، اقف وهتقلب الفيديو ده عشان في حاجات كتيرة جدا تهمك وهتخليك توصل ان انت تكون ناجح نجاح عالمي في السنة الجديدة، من غير وجع، من غير زعل، من غير حزن. والله زي ما بقولك كده، انت بس قول يا رب بعد كل الكلام انا هقوله، ونفذ الخطوات اللي انا هقولها لك، واقبلوا مني البشائر اللي هقولها لكم في الفيديو ده. وما ننساش طبعا نصلي على النبي في البداية. ويلا بينا بقى نشوف ايه النصايح اللي تخلي السنة ديت ناجحة جدا بالنسبة لنا. يلا بينا. بصي بقى يا برج السرطان، انت من اكتر الابراج اللي شالت فوق طاقتها، شالت هم غيرها قبل نفسها، وتعبت وسكتت واتوجعت ما اتكلمتش. وعشان السنة دي جاية تقولك كفاية. ايوه، السنة دي جاية تقولك انت تعبت واتوجعت من اقرب الناس ليك، من ناس كنت فاكرهم امان، بس اللي حصل ده مش ضعف منك، دي طيبة زيادة عن اللزوم. والسنة دي بتقولك ما تحطش قلبك كله في ايد حد. الناس الوحشة، في ناس في حياتك كانت بتستنزفك، ناس بتاخد منك طاقة، كلام، اهتمام، ومش بترجع غير بوجع. السنة دي طاقتك بتقولك اقفل الباب، اقفل باب اي حد محسسك انك قليل او مش مقدر. ابعد حتى لو قلبك هيتوجع، البعد هنا شفا، شفا صدقني. الرزق جاي لك، بس مش بالسرعة اللي انت مستنيها، لكن جاي بالتدريج، جاي بعد صبر، جاي لانك استحملت كتير. بس خد بالك، الرزق محتاج منك خطوة، ما تستناش الحاجة تيجي لحد عندك. اتحرك، جرب، خد مخاطرة محسوبة، واللي ليك هيجي ليك مهما لف. طاقة السنة دي هتكون طاقة ليك يا برج السرطان، وفيها راحة وفيها حياة بعد التعب. يعني مش هتفضل طول الوقت في صراع، ولا كل يوم دماغك هتكون شغالة. في فترات هتحس انك نفسك اخيرا ترتاح، وده لانك بدأت تتعلم تقول لا، حاجة تمشي عليها، ما تحكيش كل حاجة لكل الناس، ما تبررش وجعك، ما تفضلش في مكان انت مش مرتاح فيه، وما تخافش تخسر حد عشان تكسب نفسك. عاطفيا لو في حب فهو محتاج صبر وحدود، ولو ما فيش السنة دي بتعالجك الأول، بتلم قلبك وهتخليك أقوى قبل ما تدخل أي علاقة جديدة. وعايزة اقولك انت مش ضعيف، انت حساس، والفرق كبير. وحساسيتك دي لو اتحطت في مكانها الصح هتفتح ليك ابواب رزق وراحة وناس شبهك بجد. خليك فاكر، اللي تعب ربنا بيجبره، والسنة دي فيها جبر خاطرك يا برج السرطان. ربنا هيجبر بخاطرك بإذن الله، وهتعيش حياة سعيدة وهتعيش حياة جميلة ليك من تاني. انا كل اللي عايزاه منك ان انت تقول يا رب، وما تخافش من اللي جاي، لان اللي جاي احسن من اللي راح. وحاول تبعد عن الناس اللي بتديك طاقة سلبية، وتبعد عن العلاقات السامة اللي انت فاكرها علاقات حلوة، لان كل الحاجات دي بتتعبك نفسيا. وانت جايلك رزق كبير جدا، لكن جاي في وقته، ما تستعجلش، واللي ربنا كاتبه هيجي بإذن الرحمن. انتوا فين؟ وفي النهاية أتمنى لكم الخير والسعادة اللي هتعيشوه بإذن الرحمن. حاول ان انت تاخد السنة دي سهلة وتفتح أبوابك ليها عشان الدنيا تكون حلوة معاك. مستنيين ايه؟ قولوا يا رب من جوه قلبكم. وفي النهاية خلص الكلام، سلام.